بعيدا خالص عن مركز الأحداث وعلى أطراف الخريطة، كان في دولتين ما بينهم توتر مش طبيعي، أوستانيا في الشرق ويستانس في الغرب. رئيس أوستانيا ما كانش محتاج سبب واضح، كان واضح إنه بيدور على أي شرارة تفتح باب الحرب. أسباب غريبة منطقية مش قوي، بس كده اللعبة بدأت. ويستانس ما استنتش وأطلقت عمليتها السرية، عملية ما ينفعش بيها أي حد غير أخطر جاسوس عرفه التاريخ، يول فروجر. ومامته موظفة عادية شغالة في مجلس المدينة، مش عارفة الواد ده طالع لمين بصراحة. وأهم بقى حد في العيلة دي أنيا، واهم عنصر جوه العناصر اصلا القلب العراف اللي عنده موهبه مش طبيعيه، بيشوف اللي جاي قبل ما يحصل. نرجع بقى لانيا، كانت قاعده مستمتعه بالايس كريم وكأن مفيش مستقبل اصلا. بعدها لويد سرح بنظره كده، خد باله من كشك جنبهم، فنادى على انيا ويور واقترحوا ياكلوا حاجه من المكان ده. بس الحقيقه كان بيغطي على شكه انه ممكن يكون متراقب في اللحظه دي بالذات. بعد ما انيا خلصت الايس كريم، عينيها راحت على البالونات، وفجاه الحماس بقى وقالت انا عايزه واحده. ومن غير تفكير انطلقت ورا البالونات بكل طاقتها. بس مره واحده الكلب وقف وقفت، اللي شايف حاجة مش مطمنة خالص. أني عرفت أفكاره، وفي ثانية كارثة في الحديقة. السبب كان جرافة ضخمة دخل على المكان. اللي شافته أنيا كان يرعب. بعدها مباشرة فعلت قدرتها على كل اللي حواليها، أصوات كتير في دماغها، كلام فاضي وحاجات ملهاش أي لازمة. بس هي كانت بتحاول تركز تدور وسط الزحمة دي على الشخص المهم، على مصدر الكارثة يعني. وفجأة وسط كل الضوضاء ده وصل لها صوت واحد مختلف، تفكير سوداوي مش شبه أي حد تاني. وأول ما أنيا التقطت أفكاره دي، أنيا كانت متلخبطة، مش متأكدة اللي سمعته ده فعلا للشخص الغلط ولا تكون ظلمته. وهي غرقانة في التفكير، لويد ظهر فجأة وبنبرة عادية جدا قال لها ايه يا أنيا، أجيب لك بالونات تاني ولا ايه؟ أنيا كانت جواها نار عايزة تجري وتنقذ الناس فورا، بس في نفس الوقت عارفة لو عملت كده شك هيقع عليها على طول. وقفت مكانها ولا عارفة تتحرك ولا عارفة تسكت. تفكيرها كان شغال بأقصى سرعة، وفي لحظة قررت بسرعة وقالت بكل بساطة إنها عايزة ترجع البيت. يور ولويد بصوا لبعض باستغراب، ازاي يعني؟ ده احنا لسه واصلين من شوية. أنيا سكت وسابته في حيرته، وبكل هدوء قالت إنها عايزة ترجع البيت. قال لها إيه السبب؟ قالت له والله المذاكرة. يور ولويد بصوا لها بدهشة، بس الدهشة اتحولت بسرعة لفرحة. لويد اعتبرها فرصة ذهب إنها تبقى عايزة تذاكر من نفسها ومن غير ضغط ولا نقاش كتير. طالما أنيا عايزة ترجع يبقى نرجع كلنا. جواها بقى احتفال صامت. أنيا عبقرية، وهي في طريقهم للبيت أنيا ما كانتش سايبة حاجة من غير ما تبص عليها. أنيا بتلف في كل اتجاه. لويد لاحظ ده وسألها في إيه يا بنتي، أنت متراقبة ولا إيه؟ وردها كان سريع، قالت له المدرسين قالوا إننا هتعلم كتير في معالم المدينة. لويد وافقها بهدوء وقال ان ده طبيعي جدا يطلع من المدرسين اذن، وبيكمل وهو مش معاهم. انيا كانت مركزه زياده عن اللزوم، عينيها فجاه لمعت. ايوه هو ده المكان، هو ده بالظبط. نظرتها شدت ناحيه الموقع وشافت الراجل اللي راكب الجرافه. لويد لاحظ التوتر وسالها في ايه. انيا لفت وبصت له بنظره بريئه جدا وشاورت قدامها. امال ايه ده؟ لويد بص في الاتجاه اللي هي مشاوراه واستوعب الموقف. الراجل شغال عادي جدا حتى في يوم اجازته. لويد ركز اكتر ودقق في ملامح الراجل ولاحظ الهالات السوداء اللي تحت عينيه، علامة واضح ان في توتر. ومن هنا دماغ لويد اشتغلت اوتوماتيك، بدأ يحلل كل تفصيلة، بشرته وملامحه. اكتر حاجة كانت ملفتة انه بيشتغل بعنف زيادة عن اللزوم. وفجأة الراجل نزل من على الونش، وفي ثانية غريبة جدا النتيجة انفجار غضب، صرخ واتجنن وشكله فقد اعصابه تماما. من غير تفكير جري على الونش وركبه تاني، وهو مش طايق نفسه ولا طايق الدنيا كلها. الراجل كمل تكسير، بس المرة دي بعنف اكتر. ساعتها لويد اتأكد تحليله طلع مظبوط واحساسه ما خانوش. طلب منهم يفضلوا مكانهم وهو هيتصرف ويشوف الموضوع هيروح على فين. الوضع كان خارج عن السيطرة، الراجل في أعلى درجات العصبية، توتر على غضب على انفجار. وليد واقف وركب بسرعة، طلع سلكين وشغل بسرعة. المشهد اتقلب على اتنين قصاد بعض، والمكان كله على وش المعركة شكلها مش سهلة خالص. لويد صرخ فيه وقع، وفي ثانية الاتنين اندفعوا على بعض، هجوم قصاد هجوم. وعلى الناحية التانية خالص أنيا كانت عايشة الحادث بطريقتها. ويور هنا خدت بالها من حاجة أخطر، المبنى نفسه مش ثابت، وفي راجل عجوز معدي في الطريق ولا واخد باله من اللي جاي. من غير تردد شلت أنيا وركبتها على ظهر بوند وطلبت منه يهرب فورا. وهي طبعا دفعت تنجز الرجل العجوز، وثواني وكانت المهمة خلصت بنجاح. ومشهد بطولي، حماية من الأب وإنقاذ من الأم. وفي نفس اللحظة لويد لسه في المواجهة، بيستخدم كل اللي عنده، أي فرصة عشان يوقع خصمه. وفجأة الأرض تحتهم بدأت تتقلب، حركات غريبة، دوامات مش مفهومة. وبسبب اللي كان بيعمله طوب ابتدى يتناثر في كل حتة، إزاز بيتكسر وشظايف الهواء، المكان كله اتقلب فوضى. الراجل اتلخبط مش عارف يتصرف ولا يسيطر. وفي اللحظة دي بالظبط لويد قدر أخيرا يوقعه من عليه. وعلى الجنب التاني كانت أنيا متابعة المشهد بحماس، بصت لبنت وكانت فخورة جدا. أنيا جت على البالونة الطايرة وفجأة افتكرت إنها كانت نفسها تستمتع بالبالونات، بس هي بقى اللي قررت ترجع وتذاكر. وأنيا بقى متعذبة وقاعدة قدام الكتب بتذاكر وهي مش طايقة نفسها حرفيا. بصت لقدامها وقالت بنبرة منهكة أنيا عايزة تقوم تلعب. الرد طبعا جه قاطع، ولا أي حاجة من دي، في شغل وراكي، ذاكري يا حبيبتي. وساعتها يور قررت تقفل الموضوع وقالت لأنيا بنبرة حاسمة ولطيفة في نفس الوقت
ذاكري كويس وأنا دلوقتي مجهز لك الأكل. وكملت التحذير المعتاد زي أي أم، الأكل ده لازم يتاكل من غير فصال ومن غير مقارنات. أنيا أول ما سمعت الكلام ده انصدمت حرفيا، وبوند بص حواليه وكان بيدور على مخرج طوارئ يمشي من هنا. نسيب بقى العيلة دي شوية ونتحرك على خط تاني خالص داخل المخابرات. الملف اللي طلع قدامهم كان باسم سيرغي أستوسكي، أحد المدراء الكبار في اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن سياسات التجارة في الشرق. سجله تقيل، عضو سابق في قسم الإمدادات والتموين، وبسبب قراراته الغريبة وتجديده القانوني للتصدير ناحية الغرب الموضوع خرج عن السيطرة. الكميات قلت والسعر طلع لفوق قوي كمان. بعد ما خلصت شرحها قفلت الملف وسلمت الأوراق لواحدة شكلها ملفت للنظر. المهم ما ترددتش، قبلت المهمة وابتدت تجهز لها فورا. نعدي بقى لليوم اللي بعده. الست دي راحت للويد وطلبت منه يزور لها رخصة دولية. لويد بصلها باستغراب، رد بصراحة هو مش متأكد بس هيحاول يوصل لشخص ممكن يكون عنده الخبرة ويعرف يتصرف في الموضوع ده. وسألته بهدوء هو واثق في الشخص ده. ملحقتش تكمل سؤالها غير وهو قطعها فورا. لا ما تلاقيش، الشخص ده موثوق فيه جدا. اطمنت بقى وشكرته بامتنان واضح واعتذرت له كمان انها عطلته من غير قصد. واللي كان باين بقى ان المشاعر ابتدت تتلخبط شويه، واضح انها وقعت ولا ايه. ولويد بقى قال لها طالما اللي بيحصل ده ممكن يساعد في تحقيق السلام بين الشرق والغرب فهو مستعد يعمل اي حاجه. ومشيت وبكده وصلت للمكان اللي لويد دلها عليه، والمهمة رسميا بدأت تاخد شكلها الحقيقي. والتوتر كان واضح عليها. مسكت القلم وخبطت بيه على الباب، وأول ما دخلت لسه بتستوعب المكان وبتقول ايه اللي أنا فيه ده، وملحقتش تكمل غير وضربات بتنهال من كل اتجاه، أفخاخ في الأرض وأفخاخ في الهوا وأفخاخ في كل حتة. بس هي ايه بقى، مش أي حد. عدت منهم واحد ورا التاني وفي الآخر وقفت قدام الشخص اللي مستنيها. بصلها وقال لها بهدوء غريب وهي واقفة مكانها من غير ما تتحرك. ودخلت المكان بمنتهى الاحتراف، عدت ووصلت ولكن ملقتش حد. لسه بتستوعب وفي نفس اللحظة مسدس اتحط على دماغها وقال لها واضح انك وصلتي بسرعة. وهي ولا بصت له حتى ولا الحوار فارق معاها اصلا. ردت بكل هدوء انت فرانكلين. الراجل اتفاجئ، ايه ده انت تعرفيني، ده انا مشهور بقى. ردها كان مختصر وواضح، انا جايه شغل وفي حساب بيني وبينك. ساعتها المسدس نزل بهدوء. الراجل ابتسم وقال تمام، يبقى كده انت واحده من صحابنا. ساعتها قال لها بما اني اللي هساعدك استعدي، وبما انك حلوه في معاملتي مع الحلوين لها نظام تاني خالص. هي بقى ما استحملتش، لفت ومشيت على طول وقالت واضح ان جيت للراجل الغلط. لحقها بسرعه، استني بس. وقعدوا قدام بعض ودخلت في الموضوع على طول. انا محتاجه توقيع موظف حكومي. ابتسم وقال كده الصوره وضحت. انت عايزه وثيقه مزوره؟ ردها كان مباشر، ايوه بالظبط. قال لها بكل ثقه سهله، هاتي الورق وسيبي الباقي عليا انا. وبعد ما خلص الاتفاق ضحك وقال لها بثقه زياده عن اللزوم تمام يا حبيبتي، بس ما تفكريش انك تعرفي تقابليه لوحدك. ما سابتلوش فرصه يكمل وشدته من دراعه فجاه ويلا بينا، مفيش وقت للكلام ده. وبالليل فعلا كانوا في الطريق للشخص المقصود. هم ماشيين قال لها احنا هنخش من غير تنكر كده. ردت عليه بسرعه قالت له لا انا مش هتنكر طبعا. بص لها وقال لها لا بالله عليكي ما ينفعش ندخل كده. وفي الاخر الراجل اقنعها بالعافيه واقنعها بالموضوع، وده اللي خلى الخطه تمشي. ولما بقى شكلهم اتغير، شكلهم بقى غريب جدا، غريب زياده عن اللزوم بصراحه. بس هي بصت له بشك وقالت له بنبره تهديد لو طلع الموضوع ده هزار او بتكذب عليا الموضوع مش هيعدي بالساهل. دخلوا المكان واول ما قربوا البودي جارد وقفهم وقال لهم اسف الدخول ممنوع غير بدعوه رسميه. فرانكي بقى ما عجبوش الكلام وقال بثقه زياده عن اللزوم انت مش عارفني ولا ايه؟ البودي جارد قال له بصراحه مش عارفك من اللي انت عامله في نفسك ده. الوضع كان محرج جدا وفرانكي باين عليه اتلخبط، بس قرر يدخل في دور تاني خالص. بدأ يقول اي كلام مش مفهوم وحوار كبير كده عشان الراجل يقتنع. في اللحظه دي البنت مسكته من دراعه وقالت له اسكت بقى كلامك بيعمل مشاكل. وقبل ما الدنيا تبوظ خالص سدته على جنب بسرعه وابتدت تهزقه على اللي عمله من غير تفكير. وتحذيرها كان واضح، اي حركه زياده ممكن تبوظ الليله كلها. وبعدها خرجوا من الموقف وكملوا بهدوء لحد ما اخيرا الشخص المطلوب ظهر قدامهم. فرانكي بقى سبقها بخطوه ونزل عليه بابتسامه عريضه. مش عارفه بصراحه كان شكله واضح بيلطف الجو او حاجه وبيمشي الكلام بسلاسه، لكن هي ما استنتش ثانيه وقربت من اللي واقف جنبه وشدت انتباهه فجاه وقالت بنبره جديه انا عندي مهمه ليك. بص لها باستغراب مهمه ايه؟ ردها بقى كان حاسم مش هسمعك اي تفاصيل غير لما توافق تمسكها. الراجل فكر لحظه كده وبعدين قال لها ببساطه قشطه اتكلمي. ساعتها طلعت ورقه ورمتها قدامه وقالت له ده اللي انا محتاجه منك ويخلص في يومين. رفع الورقه وبص فيها وبعدها رفع عينه وقال لها يومين تمام. خد بعضه ومشي وهو متضايق بيقول الفلوس المعروضه ولا لها اي قيمه والوقت المطلوب اسوأ منها. وقال لها انا جيت بس عشان خاطرك مش اكتر، واضح اني ضيعتي وقتي. وهو خارج فرانكي حاول يلحقه يكمل كلامه بس اتقطع بسرعه. في اللحظه دي هي شدته انتباهه وقالت له في اتنين ماشيين ورانا. واول ما بص ورا اتوتر فورا وما استناش ثانيه وخد قرار الهروب وجري على طول. اول ما عدى الشارع اتقفل عليه الطريق. الراجل وقف قدامه على طول وكان واضح ان داخل بعنف، ايده مرفوعه كأن الضربه جايه في اي لحظه. بس قبل ما يحصل اي حاجه المشهد اتقلب. هي
دخلت في ثانية وضربة سريعة خلت الراجل يتراجع والموضوع خلص في ثانية. شدته من ايده وطلعت تجري بيه. الراجل وهو بيجري وراها قال لها انت عبيطة ولا ايه؟ وهي بقى طبعا ما بتجاملش، بصت له وهي بتجري انا ما ساعدتكش ولا حاجة، هما شافوني معاك خلاص يعني دخلت في الموضوع غصب عني. وقفت فجأة وقالت له بجد لو عايزني اكمل واساعدك فعلا مشي الزبون الجديد ده ووافق تشتغل معايا. وفي اللحظة دي واحد طلع سكينة وكان داخل يخلص عليه، بس هي اتحركت قبل ما يقرب لفت عليه برجلها شقلبته على الأرض حرفيا وسحبت السكينة من ايديه من غير تردد. وهو واقف متجمد الوضع كله مش مطمن. وفي ثانية فرانكي دخل في صوره بمنتهى الرجولة سحبها من قدام الخطر وأنقذها، وهي ولا كأن حاجة حصلت، لا شكر ولا تعليق حتى، تزقه بإيديها وتصرخ فيه ابعد عني وبيكملوا الجري. وسط المطاردة دي فرانك بيلمح فتحة وبينزلهم تحت بالمجاري ضلمة ونفس مقطوع، بيكملوا الطريق بأقصى سرعة لحد ما بيختفوا خالص. تاني يوم بقى فرانكي رجع لحياته المملة قاعد لوحده مخنوق حاسس إن اللي حصل امبارح كان كابوس وعدى. بيفتح الباب وبيتصدم وهي واقفة قدامه بيبصلها ببرود ايه جاية تكملي الكآبة؟ قالت له انت عارف ناس تعرف تساعدني بالشغلانة دي؟ يقول لها يعني ايه؟ تقول له من غير لف زي ما سمعت عندك صحاب محتاجاهم، انت كده تخسري لي كل اصحابي. وهنا يا صديقي تنتهي الحلقة الأولى.